أنا أسند على الطلح يعني كأنه يرد علي. قصة الطلح تقول: يا الطلح ما مرك مع الصبح صافي، طير غدالي يمس والشمس حية، أكل العهد به راح يطرد مقافي، خبري بهومة في جناحه هنية. رد الطلح قال: لا والله إلا مرنا العصر وافي، كأنها غلام مستغير بهية، أقبل علينا ثم خذ بانحرافي يوم الحباري وقع له سوية. قلت: يا الطلح قل لي عل ما به خلافي، البارحة برد وشمال قوية، كان أتعشى قلت عل عوافي، والحي يجمعها الولي مع خويه. رد الطلح قال: لا والله إلا صاد خرب متعافي، واخذ عليه من السنادي شوية، لا مفلس مرة ولا قال كافي، يوم اخلفنا عن عشاء حقبوية. قلت: خبره والله قاطع ما يخافي، قايم على الصيدة تجي لها حمية، انشيدك بلي منبتك بس وافي، عساه في خير ولا فيه سيء. قال الطلح: خبري به اقرش في سبوقه خلافي، ما به بلا وامرح على هالحصية، والفجر شخص بالنواظر وشافي طلعه بعيد ويمتها ساحلية. قلت: يا الطلح ذا حبه ولا هو بخافي، متعادل نحبه بحب البنية، بعض الطيور الراح قلنا عوافي، لا شك هذا وين بلقى حلية. قال الطلح: تعب عليه وعاد تلح الريافي، اضرب سهلها والوعر والشغية، يجيبها اللي رازقنها العجافي، بهاي من تمشي على غير نية. قلت: يا الطلح لك مني يا ابو غصن ضافي، اجابها الله وكل نية مطية، لجيك انا في موتر القش هافي، واسقيك اللي باقي بتانكية، واطع على رملة سوافيك حافي، وكل على ما قيل يذكر خويه.